السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نشرح يا جماعة ليه أنا بركب الفلتر مقلوب لفوق. ليه بركب فلتر مقلوب لفوق؟ تمام؟ وليه دايما يدلك على الحاجة البراند اللي بتعيش معاك بتعيش معاك؟ ليه بدلك دايما عليها؟ علشان ما تروحش تخسر فلوس، عشان ما تخسرش فلوس. ليه أنا بركب ده مقلوب؟ تمام؟ عشان ما يجبرنيش ترسب ال الرواسب هنا في القاع، واضطر افك دي واغسلها من جوه واقلبها وانضفها ليه التعب ده كله؟ ليه ما نفكرش نخلص من القصه دي؟ تمام. يعني بفضل ربنا عز وجل فكرت في الموضوع، لقيت عندي الداخل هنا بيبدا يحوش معايا الرواسب هنا كده. لو انا مقلوب كده، لو انا قلب الفلتر كده، تمام، اعمل ايه بقى؟ عندي الشمعه دي بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، بص، دقيقة جدا، دقيقة جدا 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 بفضل الله. شو عاملة ازاي؟ دقيقة جدا، يعني ما تعديش أي ذرة تراب نهائي، حفاظا بقى على الغسالات بتاعتك وعلى الدشوشر وعلى الخلاطات وعلى السيفونات وعلى كل حاجة. النهاردة تحافظ على أي شيء عندك في بيتك أما تركب فلتر التصفية. بيعمل إيه معاك بقى؟ بتبدأ الرواسب هنا تتكون هنا حوالين الشمعة من بره، تمام، تتكون 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 تتكون، تعلى معايا تعلى معايا تعلى معايا تعلى معايا تعلى معايا. لو انا نسيت بقى اصلا، لو انا نسيت علت معايا، هشوف بعينيا، انا هشوف بعينيا في الشفاف طبعا ممتاز ده، تمام، هشوف بعينيا عندي الرواسب اخبارها ايه، شكلها ايه، نوعها ايه، طبيعة الرواسب ايه اللي دخلت، تمام، قش مثلا، زلطايا، رواسب رملة، اي حاجة في اي حاجة، تمام، فتلة، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها بتعمل مشاكل جامدة جدا يا جماعة، وبتغرمنا مبالغ رهيبة. في ناس بتقول لي الحق عندنا مواسير السد جوه الحيطه، عندنا كذا، ناس نعمل ردود، عايزين نعمل بالكمبرسور مش عارف ايه، شطافه اتسدد والقاعده متداخله على الحيطه، نفك القاعده تاني ونركبها تاني، قصه طويله عريضه. ليه انا اخش في القصه دي؟ وزي بفضل ربنا عز وجل لما فكرت وربنا عز وجل الهمني الكلام ده، وكله بفضل الله. هنا هتبدا الرواسب لما تطلع عندي كده بعمل حاجه اسمها ردود. الردود بترجع الميه هنا كده، تطرد من حوالين الشمعة، بتطلع وتضرب تاني الميه من جوه من الداخل، تقوم ترجع تاني عندي هنا كده في المخرج اللي بعمله انا، اللي هو بتاع الرجوع. اصبح انا ما عنديش رواسب هنا تأيدني ان انا غصب عني لازم بقى افك الفلتر واشيل الفلتر واربط الصاموله وفك الصاموله، والجوان مش عارف حصل له ايه، والجوان مش عارف حصل ايه، والف هنا تفلون وباظ الفلتر باظ، اضطر ارميه واجيب فلتر طب ليه يا جماعه؟ انا مش عايزك تلمس ده خالص، انا مش عايزك تلمس الفلتر ده نهائي، ما تجيش ناحيته نهائي خالص. ابعد التعامل معاه، ده بلاستيك، ابعد التعامل معاه، حتى لو ستانلس ستيل ابعد التعامل معاه. انا اتعامل مع المحابس بس، محبس دخول، محبس ردود، غسيل، شكرا، خلص الموضوع، خلاص انتهى الموضوع. شمعة تغير، غيرش الشمعة خالص، تغيرش نهائي. اقعدش كل يوم والتاني هات الشمعة التلاتة مرحلة واللي مش عارف دي الكلام ده قصة الشرب ملناش دعوة بيه، بنتكلم على الشمعة دي. الشمعة دي بتنسى خالص انك انت تغيرها نهائي خالص باذن الله، خالص باذن الله، تمام. ولما ادلك على حاجه يا جماعه، بدلك على حاجه وبقول لك كلمني، علشان خاطر في ناس شاريين ارخص مني، في ناس شاريين اغلى مني. مثلا انا بشتري قطعه 2 3 10 بخليهم عندي خدمه للناس. لو حد سالني فين يا عم مش لاقيها، اقول له تعال خد لك قطعه، انا عندي 5، انا عندي 10، تعال خد لك قطعه، تعال خد لك قطعتين. عايز سيف جارد اصلي، تعال يا عم خد لك واحد ولا اتنين من اللي عندي لغايه لما اجيب تاني. بجيب ب5 قطع 10 قطع خليهم عندي احتياطي لشغلي وللعملاء حبايبي قوي. عشان ما ينفعش واحد حبيبي يقول لي انا عايز مكنه السيفون اقول له ما عنديش، اصل انا جايب 2 على قدي. لا، بجيب 10 اخليهم عندي، بجيب 20 اخليهم عندي، بجيب 10 فلاتر اخليهم عندي كده، بحيث لو طلبت مني اي حاجه اقول لك خد المنتج الاصلي، عندي المنتج الاصلي، ما تجيبش المضروب، عندي الاصلي، تمام. ليه عندي الاصلي؟ عشان اخدمك. انت راجل كعميل النهارده بتقول لي انا شفتك بتعرض سيف جارد، شفتك بتعرض مكنه زهران، عايز واحده، اقول له ما عنديش، روح دور في الشارع. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، يبقى ما خدمتكش، يبقى انا اذيتك. عملت بس كلام عن المكنه، او عملت كلام عن الفلتر التصفيه، او السيف جارد، او عملت كلام عن الاوتوماتيك البراند، واقول لك ما عنديش، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا ما خدمتكش، يبقى انا عملت لك تشويش وخلاص. لا، عادني الحاجه ان شاء الله. بقول لك كلمني ان انا جايب الحاجه مثلا 10 قطع
واقف عليها قطعه مثلا ب5 جنيه، مثلا ب5 جنيه، لو قلت لك ابيعها ب7 جنيه، ليه يا عم؟ ده عند التاجر فلان ب6 جنيه، وتلاقي واحد يشتم والتاني يشتم والتالت يشتم. فعلى ايه؟ انا بختصر القصه، اقول لك كلمني على تليفوني، تمام، بقول لك والله انا جايب الحته دي واقف عليها ب5 جنيه، تمام، ب5 جنيه و2 جنيه مكسبها مشوارها 7 جنيه، حلو كده؟ والله ده ب6 جنيه بره، خلاص توكل على الله من بره، انا جايبها لشغلي اصلا، انا اصلا جايبها لشغلي عشان لما ازنق في حته عايز فلتر، عايز شمعه، عايز مكان السيفون يبقى عندي. بس دي كل الفكره يا جماعه. انا بقول لك كلمني ليه؟ علشان خاطر نوفر الكلام والتقطيم على الصفحه. ليه يا عم ب7 جنيه؟ ما هي ب6 جنيه عند فلان عند علان. وليه يا عم الفلتر ب20 جنيه؟ ما هو 15 جنيه عند ونسمع بقى حوارات على الصفحه، ونسمع كلام ملوش لازمه. فلا، كلمني انا اقول لك عندي بكام. لقيتها بره رخيصه بالسلام، انا غصب عني بجيب على قدي، ما بجيبش كميات، ما بجيبش بالطن مثلا، ما بجيبش بالالف كرتونه، ما بجيبش بالكونتينرات، انا راجل على قدي، بجيب حاجه كده على قد شغلي، تمام. يا ربنا يصحنا وحالكم. بجيب الاصل براندات، واقول لك ليه ركبنا مقلوب، وليه بركب مكنه سيفون زهران افضل مكنه فيك يا مصر، تمام. علشان اقول لك اما تعوز حاجه براندات كلمني، حاجه ماركات محترمه، اقول لك تشتري منين. لو مش هقدر اقول لك عندي، اقول لك تشتري منين. خلاص، نهاركم ابيض. ربنا يصحنا وحالكم. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير، صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.